أخبار الجزائر والعالم من قناة أخبار اليوم. تحية طيبة ومرحبا بكم. أعلن محافظ مقاطعة هيرلوت جنوب فرنسا ترحيل الشاب الجزائري الذي أحدثت قصته الجدل بعد رفض رئيس بلدية بيزيه اليميني المتطرف روبير مينار عقد قرانه. الشاب كان قد تحدث من قبل عن إمكانية القيام بإجراءات الزواج في الجزائر، وجاء في بيان للمحافظ أن المواطن الجزائري مصطفى باء الموجود في وضع غير نظامي على الأراضي الفرنسية والذي لم يتم عقد قرانه في بيزيه تم ترحيله للتو اليوم بالطائرة إلى الجزائر. أبرز البيان أن هذا الشاب الذي لديه سيرة سلبية لدى الشرطة ويخضع للالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية منذ آب أوت 2022 وضع في مركز الاعتقال الإداري في سيت يوم الاثنين 17 تموز جويلية 2023 بناء على طلب محافظ هيرلوت. وذكر المحافظ أنه وفقا للقانون لا يحق للأجانب الذين ليس لديهم تصريح إقامة بالبقاء على التراب الفرنسي، وفي حال عدم العودة الطوعية يتم ترحيلهم. وكان من المقرر أن يتزوج هذا الشاب من مواطنة فرنسية يوم الجمعة 7 تموز جويلية، لكن مينار أصر على رفض عقد القران في بلديته بحجة اشتباهه في أنه زواج أبيض. وبحسب المادة 12 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا يمكن الوقوف في وجه الزواج، والتي تؤكد أنه لا يمكن معارضة الزواج بسبب لون البشرة أو الوضعية الإدارية للشخص.